السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي في قناتي وفي فيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحة وعافية. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم وصفة جديدة. هي ما جديدة، هي متداولة في اليوتيوب ولكن في قناتي هي جديدة. وصفة مملحة بخبز التركي او خبز التورتيلا. كريسبي، تجي كريسبي مقرمشة، محشية بالاسكالوب والتوابل ايتو. هي يعني بنينة. ممكن نخدموها في رمضان، بدل البوراك ولا لي سوفلي ولا. هاي ليكم كيفاه تجي، شوفوا الشكل تاعها باهي وبريستيج كما نقولوا. والاهم من هذا هي بنينة. كما قلت لكم الاهم هي البنه. هنايا التزيين ما زينتهاش، يعني تزيينها وين، يعني تزيين عصري، زينتها بهذه الطريقه برك. كما يقولوا العين تاكل قبل الفم. هنايا هي كما نقول بنينه، يعني باهيه وبنينه. ننصحكم انكم تجربوها في رمضان ونبدلوا شويه، نغيروا من البوراك ولي سوفليتو. بون هنايا واش داخل فيها. عندي هنايا الخبز التركي او خبز التورتيلا، عندي ليسكالوب، بصل، ثوم، طماطم، توابل شاورما، كريمه سائله وفرماج. هنايا نحطوا الزيت، نحطوا البصل، نحطوا الطماطم، نحطوا الثوم، نحطوا المعدنوس، ليسكالوب، هادوك الكل نحطوهم يتقلاو. كل مره نحطو حاجه يتقلى بشويه حتى يتقلى لنا مليح كما نقولوا، حتى يطيب لنا كلش سوا سوا. عندي فلفل حار، حطيت هنايا كمية فلفل حار. اللي تحب تحط تحط، اللي تحب ما تحطش ما تحطش، يعني الحشو حطوا واش حبيتو، المهم يكون ليسكالوب ما موجود. يعني هذه ليسكالوب ولا لا فيوند هاشي، هذه المملحات تخدم بهذا الاسكالوب ولا فيونتاجي. وش الباقي حطوا واش تحبوا فيها، كل وحده واش تحط في الحشو تاعها. بون هنايا نحطوا الاسكالوب. انا خليته كما نقولوا حطيته في حطيته مع الاخر يعني باسكو كان مرحي. وهي يعني احسن نستعملوا الاسكالوب مقصوص، يعني دي مورسو صغار. هنا يعني فت رحيته خدمته مرحي يعني وما غيرتش في البنه، ولا غيرت في القوام تاع المملحه تاعنا. بون هنايا كي طاب كلش، نزيدو هنايا تقريبا نص كاس كريمه سائله. استعملوا كريمه الطهي. انا هنايا كان عندي كريمه 35% تاع الحلويات استعملتها، يعني تستعمل هكا ولا هكا تاع الطهي ولا تاع الحلويات اللي متوفر عندكم. وطرف فرماج تاع لي مورسو هذوك الكبار. ها هو هنايا تاع، او يجي مرصوات يتباع مرصو وحده صغير هكا. طيح تطلع طرف، اللي تحب تزيد كل وحده انا عندي الكميه هذه يعني لازم لها طرف برك. بون مع الاخر نزلت شويه هريسه. اللي تحب الحار دير الحار، اللي ما تحبش ما ديرش، هذه اختياري. نزيدو نطيبوه شويه، نحركوها مليح ونطفيو عليها النار نخليها تبرد. كي تبرد تزيد تحكم روحها شويه. نجيبو الخبز تاعنا هنايا، قسمته على زوج، واللي تحب ديرهم صغار تقسمها على 4. انا هنايا قسمتها على زوج، نحيت هذوك الزوائد. نحط الحشو تاعنا وبعد كروا ليه كيما البوريه، كروا ليه. تحب تزيد الزيتون تزيد ثاني. انا الامانه ما كانش متوفر عندي. تحب دير الزيتون دير، المهم الحشو حطوا فيه واش حبيتو. نروليو هنايا. كاين اللي يروليها وما يروليهاش على الجوانب، هنا روليتها على الجوانب. نديرو دوره ونص. هنايا دوره ونص، ما تزيدوش، لكن نزيدو الدورات باسكو تجي كيما شويه معجنه.
بون هاي لكم حبات تاعي كيفاه جاو. من بعد نجيبو البيض، نخبطو زوج بيضات ولا على حسب الكمية اللي عندنا، ونجيبو هذا الشيبس هذا اللي يتباع بالميزان، نرحيوه. على يقولها كريسبي لانها تجيب هذا الشيبس يعني شغل تجي مقرمشه وتجيب تجي مقرمشه. وكاين اللي يستعملها بالشوفان ثاني تجي مليحه، وكاين اللي بالخبز اليابس يعني لا شابلور ثاني تجي مليحه. بس مي هذا يعطيها بنه، هذا الشيبس عطاها يعني بنه، عطاها هذيك الملوحيه اللي فيه تو، زادتها يعني واحد البنه، عطاها واحد البنه هكا مختلفه. بون هنايا نحطوا في البيض، وبعد كنرقدوها في الشيبس المرحي. هذا ما كان. ومن بعد نقليوها كما البوراك. وشنو نقليوها يعني ماشي على نار قاويه، نار متوسطه باه تقلى مليح، باه يطيب لنا هذاك الخبز مليح، ما يبقالناش يعني معجن، ماشي كما البوراك الورق تاعو خفيف يطيبوا ليه. هذا خبز يعني نقليوه على نار متوسطه. بون نخليوها طيب كي طابت ونحيناها. نروحو دركا للكريمه، اللي يحب يحضر كريمه الثوم يحضر كريمه الثوم، كاينه في اليوتيوب، كاينه في القنوات بزاف. انا هنايا ما درتش كريمه الثوم، فضلت اني ندير كريمه سامبل لا كريم ليكيد وفرماج، هذا مكان وشويه ملح. طلعت مليح وجاوني يعني بنان. يعني هذه كريمه سهله اللي يعود ماش متوفر عندها يعني حوايج بزاف ويتو، وحابه يعني ليه حاجه يعني رابيد ليه هذه تساعدها. اولي طيبي الحليب والنشا ودير الكريمه ديك تاع كريم الثوم وطولي هذه ليه فوالا شويه كريم ليكيد فرماج طلعيه وخلاص. بون نجيبو لي فيغين تاعنا نحطو فيهم الكريمه ونقسمو الحبه تاعنا نصنا كيما انا قسمتها. هاي الكريمه شوفوا كيف جا القوام تاعها، جات كريميه هايله، جات شغل تاكلو في بتي سويسه داك ولا فرماج امير ولا. فوالا نحطوها في الفيغي ونقسم الحبه تاعنا النص ونحطوها في بهذا الشكل ونزينوها بهذوك الاعواد. انا هنا تزيين سامبل، ما حبيت كما نقولوا حنا ناكلوها للدار برك، ما زينتهاش يعني تزيين تاع مناسبات. كي تعود مناسبات لازم نزيدو فيها حوايج. هاي ليكم كيفاه جات يعني وبنينه. الاهم البنه، يعني نركزوا على البنه، هو الشكل صح ومي لازم البنه ثاني. ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها في رمضان، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات تاعي وتابونيو في القناه وديروا جيم. ومع السلامه حبيباتي في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفات رمضانيه ووصفات العيد ان شاء الله. مع السلامه.